أهلا بيكم سنة تانية إعدادي في درس جديد معانا النهاردة درس تاريخ بعنوان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس ده هتعرف حاجتين: نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ومراحل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، نزول الوحي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان دايما بيخرج إلى غار حراء علشان يتعبد فيه، وكان بيمكث فيه عدة أيام أو أسابيع علشان يتأمل في خلق الله لحد ما نزل عليه الوحي وهو في الأربعين من عمره. يعني ايه وحي؟ يعني ما ينزله الله على الأنبياء عن طريق جبريل. نزل جبريل عليه السلام بالوحي في إحدى ليالي شهر رمضان وهو يتعبد في غار حراء. ولما رجع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته وحكى للسيدة خديجة اللي حصل، فطمنته وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرته ببعض خصال الحميدة مثل يصل الرحم، يكسب المعدوم، يعين على نوائب الحق. ثم أخذته بعد كده خدته لابن عمها ورقة بن نوفل اللي كان عالم في الإنجيل وكان على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وحكى للرسول اللي نزل عليك ده هو الناموس أو الوحي اللي نزل على سيدنا موسى، وبشر الرسول بأنه سيكون نبي هذه الأمة. ثم جاء جبريل عليه السلام مرة أخرى لينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكلفه بحمل رسالة الإسلام إلى الناس. قصة نزول الوحي: عندما نزل جبريل ضم محمدا إلى صدره، ثم دار بينهما الحوار التالي: جبريل اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. فعادها جبريل عليه السلام مرتين، فقال محمد: ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فقرأها محمد صلى الله عليه وسلم، ولما عاد إلى بيته وهو يرتجف فدخل على زوجته خديجة وأخذ يقول: زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع ده اللي هو الخوف. ومرت الدعوة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم لأربع مراحل. يجي لي هنا سؤال دلل: مرت الدعوة بأربع مراحل. هقول له: مرحلة سرية الدعوة، ودي طبعا بدأت من البعثة حتى السنة الثالثة للبعثة. ايه هي البعثة؟ اللي هي من ساعة ما نزل عليه الوحي، بدأت من نزول الوحي على سيدنا محمد لحد السنة الثالثة من نزول الوحي. يبقى البعثة اللي هي نزول الوحي. تمام. المرحلة السرية دي تمام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أهل بيته والمقربين منه. فكان أول من أسلم في الإسلام من النساء زوجته السيدة خديجة، ومن الرجال صديقه أبو بكر الصديق، ومن الصبية ابن عمه علي ابن أبي طالب، وكان عمره 10 سنوات. أما من الموالي فأول من أسلم من الموالي هو خادمه زيد ابن حارثة. وعندما بدأ عدد المسلمين يزداد لحد ما وصل لأكتر من 30، الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لل30 دول دار الأرقم ابن أبي الأرقم علشان تكون مدرسة يتعلموا فيها مبادئ الدين الإسلامي، ودي كانت أول مدرسة في الإسلام. المرحلة التانية واللي هي الدعوة الجهرية العلنية: بعد مرور 3 سنوات من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا أمر الرسول بأنه يعلن دعوته علنا. فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى في الناس فاجتمعوا إليه، وبدأوا يدعوهم لعبادة الله الواحد. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا علشان يدعو الناس علنا، فالناس اجتمعت إليه. تمام. ودعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام. وكان مضمون الحوار انه نادى الناس من على جبل الصفا فقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. يعني بيقولوا الرسول: عمرك ما كذبت، فأنت صادق. فقال الرسول: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فطبعا جه أبو لهب سخر منه وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألا هذا جمعتنا؟ أنت جمعتنا علشان كده؟ فطبعا توعده الله بالعذاب. لو كان اتكلم عن موقف قريش من الدعوة، طبعا الرسول كده دعا الناس علنا. قريش بقى موقفها ايه من الدعوة؟ والله رفضت قريش دعوة الرسول وحاربته منذ اللحظة الأولى. ويجي لك هنا سؤال بما تفسر: ليه قريش رفضت دعوة الرسول ولا وكمان حاربته من اللحظة الأولى؟ والله قريش كان عندها ظن ان الدعوة دي هتهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل، ولم تعلم ان الدين الجديد سيكون سبب عزتها ورفع مكانتها بين العالم. المهم، يبقى السبب الاولاني انها بتظن ان الدعوة بتهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل. السبب التاني ان الدعوة دي بتخالف دين ابائهم واجدادهم. ابائهم واجدادهم طبعا بيعبدوا الاصنام، فشايفين انهم ما ينفعش يخالفوا دين ابائهم واجدادهم. طيب قريش هتسكت؟ لا، مش هتسكت. قامت بإيذاء الرسول، لا وكمان اتهمته بالسحر والجنون والكذب، وقامت بتعذيب أصحاب الرسول بأشد ألوان العذاب، ولكنهم صبروا وثبتوا على دينهم.
ولما فشلت قريش في انها ترد الرسول واصحابه عن دينهم، عرضت الاموال والزعامة على الرسول، ولكنه رفض الرسول عرض قريش اللي نقلوا اليه عم ابو طالب قائلا: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركته. فقريش لما لقت الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الاموال والزعامه وتمام ولقت ما فيش حل، تمام، حصرت وقطعت المسلمين، وكل من يقف بجانب من بني هاشم وبني المطلب يتم محاصرته ومقاطعته. وفضل الحصار ده لحد 3 سنين. ونتيجة الحصار ده فشلت قريش في رد المسلمين عن دينهم. يبقى نتيجة الحصار والمقاطعة دي هنقوله ترتب على ذلك فشلت قريش في رد المسلمين عن دينهم. لو كان هيتكلم عن الهجرة للحبشة، الرسول صلى الله عليه وسلم هيضطر انه يهاجر الى الحبشة بسبب شدة ايذاء قريش للنبي واصحابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجرة الى الحبشة. طب اشمعنى الحبشة؟ والله لان ملكها اسمه النجاشي كان ملك لا يظلم عنده احد، وطبعا هي ارض صدق، فخرج بعض المسلمين اليها. ثم حدث بعد كده رحلة الطائف. رحلة الطائف دي كان اسبابها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان اخر للدعوة غير مكة، بسبب شدة إيذاء قريش ليه. طبعا هو عايز يروح مكان الناس تسمعه فيه، فبالتالي هو مش هيعرف يكمل دعوته في قريش. هو يكبر الدعوة بره وبعد كده يرجع لمكة علشان ينشر دعوته، فيستطيع انه يعمل كده في سنة 8 هجريا ويفتح مكة. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده رغبة انه ينشر الدعوة في مكان اخر غير مكة، وخصوصا بعد ما خلاص فقد عمه ابو طالب وزوجته خديجة اللي كانوا عونا ليه على قومه، أكتر 2 سند ليه. فالتمس الرسول صلى الله عليه وسلم هناك في الطائف النصرة من قبيلة سقيف بالطائف، ولكن أهل الطائف رفضوا دعوة الرسول وأمروا كمان بإيذائه. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق عائدا إلى مكة لحد ما هيحصل معجزة، وهي رحلة الإسراء والمعراج. ودي أول معجزة حصلت في الإسلام. أراد ربنا سبحانه وتعالى بأن يخفف عن نبيه، وخصوصا بعد ما فقد عمه وزوجته، ورفض كمان أهل الطائف لدعوته. فأرسل إليه جبريل عليه السلام علشان يصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة. فكانت معجزة، حيث أسرى بالرسول ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد وأخبر قريش بما حدث. سمع جبريل عليه السلام نزل واصطحب الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في فلسطين. فطبعا المسافه كبيره جدا انه يروح. ايام زمان علشان يروح المسافه دي كان ممكن يقعدوا شهر 30 يوم. فتعتبر معجزه انك تروح المشوار ده وترجع في نفس الليله. دي اسمها رحله الاسراء والمعراج، يعني اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ورحله المعراج دي اللي هي من المسجد الاقصى الى السماء، وصعد به ايه للسماء. يبقى اخده من المسجد الايه الحرام الى المسجد الاقصى، وصعد به من المسجد الاقصى الى السماء، وعاد في نفس الليله. فلما جه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يخبر قريش باللي حصل، ولكن كذبوه. ويذكر ان قريش راحت تحكي الموقف ده اللي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم لابو بكر، فرد عليهم ابو بكر: ان قال ذلك فقد صدق. يعني لو هو فعلا قال كده يبقى هو صادق. ومن هنا سمي ابو بكر بابو بكر الصديق. فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وبكده نكون خلصنا كل حاجة في الدرس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير. كان معكم محمود سعد.